الكونسبت بتاع الدي ان هو يعني ده الكونسبت بتاعه، بس طبعا مش شرط ان كل المنتجات تبقى كده. ان هو بيجيب الحاجات اللي الاكسبيريشن بتاعتها هتقرب على النفاذ. فانا طبعا انا عرفته حتى بالصدفه جدا الدي. ولكن طبعا المحلات ديت لما بتكبر الناس بتوع الريتيل اللي هم بيبيعوا زي الاكل والبسكوتات والمكرونات بيدوهم طبعا الحاجات ديت باسعار منخفضه، فبالتالي بيقدر برضه ينافس ويوصل للي هو عايزه. فممكن يكون ابتدى بالحاجات اللي هتبتدي تنتهي اكسبيريشن بتاعتها اللي هو تاريخ الصلاحيه، وبعد كده حول على بعد كده بقت اسعاره افضل ان جنرال. ليه؟ لانه فروعه كترت في امريكا كلها، في كل انحاء امريكا. وكل ما الفروع تكبر وتكتر يا جماعه، كل لما الريتيل اللي هم الناس المصنعه او المنتجه للحاجات الاستهلاكيه بيبقوا بيسعوا ان هم يدخلوا في السوبر ماركتس اللي من النوعيه ديت. بصوا التفاح هنا ب 279، ارخص تفاح ممكن تلاقوه هنا، والتفاح بتاعهم كويس جدا. انا لما بحب اجيب تفاح باجي اجيبه من هنا. بيبتدي من 279 280 بيطلع معاك لغايه ال 429 ولغايه 5 زي ما انت عايز. العيش اهوت بكل انواعه. الكيكات كمان كويسه، اسعارها ب 449. بسكوتات، عيش، وكل مادة كل لما الدي بيتوسع وبيكبر وبيستحوذ على شرائح اكتر من المجتمع، وكمان بيتوسع في تشكيلة المنتجات اللي هو بيقدمها. ليه؟ زي ما قلنا اللي الناس اللي بتقدم او اللي بيبقى عندهم مثلا زي الشركة مثلا اللي عاملة البسكوت ديت، خلاص ديت اسمها ريتيل، اللي عاملة الشوكولاتة ديت البينا باتر وافرز. ده بيتباع ب 195، سعر كويس جدا. خلاص، فهو طبعا لما يدخل الدي مثلا عنده 300 400 فرع، بيدخل معاه ان هو يقبل الدي ياخد المنتج بتاعه، وطبعا بيديله الحاجات دي بديسكاونت، يداله بتخفيض، وكمان بيبقى فيه تسهيلات في الفلوس. يعني الراجل بينزل المنتجات بتاعته، ممكن ياخد بقى الفلوس بتاعته بعديها ب 60 يوم 30 يوم وات ايفر يعني. الثلاجات هنا اهوت والاجبان وكل ما يخصها برضو اسعارها كويسه جدا. الالموند اهوت ده ب 219. في بقى الشيبسيات كمان 369 اهيت. دي كلها مقرمشات. الدي جيتو يعني اخر مره كنت يعني من حوالي من سنه. بصوا يا جماعه التاكس ده بيحبوه جدا في مصر الاولاد وكده، ب 389 بس ده كبير. بيتباع غالي التاكس ده تقريبا في مصر. كانت التشكيله اقل شويه، فكل مادة بيزود. وهو متميز جدا الحقيقه في السكشن بتاع الخضار والفاكهه والسالادز والحاجات اللي زي كده والمقرمشات، العيش، الحاجات دي كلها هو متميز فيها. الحاجات دي غاليه شويه عنده، اللي هي الحاجات بتاعه البيت يعني زي ديت 1299 دي البيجامات والحاجات اللي زي كده. يعني اسعاره كويسه مش وحشه، بس ممكن تلاقوها كمان زي كده في اماكن تانية يعني، مش صعب يعني. لكن بالنسبة للحاجات بتاعة الفواكه والخضار وكده لا، أسعاره كويسة يعني، أسعاره كويسة. نشوف اللحوم والحاجات اللي زي كده برضو مش حلال، أتمنى إن هي كانت تبقى حلال بس يعني. ده التشيكن بريست ب 399، $4 حوالي 200 جنيه. تشيكن بريست وزنها شوف لكم وزنها ده بير باوند، يعني النص كيلو ب 200 جنيه، يعني الكيلو ب 400. غالية قوي، معرفش في مصر بكام، بس يعني كيلو تقريبا ب 400.
سالمون بقى معشوق الجماهير. بصوا السالمون 1129 ودوت ب 1834. بس ده كام ده انتوا ممكن تقروا يعني توقفوا البتاع وتفصفصوها. ده 2 باوندز يعني كيلو ب 18 ونص، نقول ب 20 يعني ب 1000. كيلو وشويه ب 1000 جنيه. معرفش في مصر كام الحقيقه، بس يمكن اغلى من كده يمكن في مصر. ديت بقى الكيكات اللي هي الحاجات اللي بتدخل الفرن، اللي هي زي الابل باي والحاجات اللي زي كده، وكاليزوني وبيتزات. جيتوريد كلها السكشن بتاع المشروبات. ميه طبعا الدي احنا بنصور فيه النهارده. زي ما قلت لكم حد من مشاهدين القناه طلب ان هو يشوف الدي، واحنا بنلبي له الطلب بتاعه. وانتوا يا جماعه لو اي حد عايز حاجه معينه او في ستور معين، في بيست باي وفي الوولمارت وفي حاجات كتيره طبعا اللي هي البيج تشينز اللي معروفه جدا في امريكا، ان شاء الله نصور لكم فيها. سيركت سيتي، شوفوا لو حابين تبتدوا بواحد معين ما فيش مشكله نهائيا. وطبعا يا جماعه ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير والقصه دي. سبسكرايب القناه، فعلا انا بنزل الفيديو دلوقتي يعني بقى ايه، بقعد كل شويه اشوف كام واحد شافه، الاقي 2 1 3 بعد اسبوع مثلا. دوت والنت اللي هو عين الجمل $6. $6 وزنه 16 اونز. 16 يعني نص باوند، يعني حوالي نص كيلو. 6 في 50 ب 300 جنيه نص كيلو، يعني الكيلو ب 600 جنيه. كيلو ب 600 جنيه تاني نفس سعر مصر. مصر ممكن تبقى ارخص حاجه بسيطه يعني، بس تقريبا نفس السعر. نشوف هنا دوت فيه الخل والحاجات. ده بالساميك فينيجر. زيت الزيتون ب $10. هنا بقى زيت الزيتون الحقيقه يعني مش في كل الاوقات بلاقيه كويس. في ابل سايدر اهو. ده الابل سايدر ده بيبقى كويس، بس ما فيش فيه مش معكر يعني. الاورجانيك ابل سايدر المفروض يبقى معكر علشان يبقى كويس. اكسكيوز مي. اوكي، بص الطابور كبير بقى ازاي، كله بيدفع لنفسه النهارده. ثلاجات. طيب احنا كده تقريبا لفينا الدي كله. ديت الحاجات بتاعه الغساله، وديت برضو الخضار. فاعتقد ان احنا لفينا الدي. طيب عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، لا تنسونا من صالح الدعاء، ويا جماعه سبسكرايب شير لايك، وصلوا على رسول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.